لا تتدخل في الخبز، نصيحة قالها الاقتصادي الفرنسي روبرت تريغو لملك فرنسا لويس السادس عشر. تريغو اللي بدأ حياته كمأمور للضرائب في واحدة من أفقر مناطق فرنسا وهي مدينة ليموج، شاف هناك الفوارق الطبقية الفظيعة اللي كانت في المجتمع الفرنسي وقتها، والفقر والجوع اللي بياكل في أجسام الفلاحين. عشان كده لما الحكاية مشيت معاه وبقى مستشار ملكي في قصر فرساي، أول حاجة قالها للملك: اوعى العب في أي حاجة إلا قوت الغلابة. أنت تستطيع أن تسيطر على الجماهير الغاضبة، لكنك لا تستطيع السيطرة على الجماهير الجائعة. تريغو قال للويس السادس عشر: ما تغلطش غلطة جدك. وهنا كان بيتكلم عن الملك لويس الخامس عشر اللي المستشارين بتوعه لعبوا في دماغه وخلوه يغلي أسعار بعض المحاصيل الزراعية ومن ضمنها القمح، وكانت النتيجة إن الغلابة ما بقوش لاقيين لقمة ياكلوها. مات تريغو، وبعد 8 سنين من موته تحققت نبوءته، والجماهير الجائعة عدمت لويس السادس عشر بالمقصلة. وكل ده عشان ما سمعش نصيحة مستشاره المخلص وكمل في سياسة جده الظالمة وحاسب على المشاريب. بس مش لوحده، مراته كمان حاسبت، الملكة ماري أنطوانيت اللي حصلته وبنفس الطريقة. لكن جماهير الثورة الفرنسية كان جواها غضب أكبر من ماري بسبب إفراطها في حياة البذخ والحفلات وموائد الطعام، لدرجة إنه خلال أحداث الثورة الفرنسية في حكاية شهيرة الناس كلها بترددها. لما سألت الحاشية بتاعتها عن سبب خروج المظاهرات في الشوارع، فقالوا لها: الناس تريد الخبز، مش لاقيين عيش ياكلوه. فردت هي وقالت: لو مش لاقيين عيش ياكلوا، لا، ما قالتش ياكلوا جاتو، قالت ياكلوا بوغياش. والبوغياش ده نوع مخبوزات فاخر جدا كان بيتخبز مخصوص للبلاط الملكي والارستقراطيين. طب هي ماري أنطوانيت قالت كده فعلا؟ مؤرخين فرنسيين كتير قالوا ان دي قصة مفبركة، وان ماري تم الافتراء عليها لاشعال غضب الجماهير ضدها، لان ده معناه حاجة من الاتنين: اما عبيطة ومش عارفة ان البوغياش اغلى من العيش بكتير، واما بتستعبط وبتسخر من جوع الفرنسيين الفقراء. في الحالتين الجملة سابت أثر سيء وبقت لعنة بتلاحق آخر ملكات فرنسا. وسواء كانت القصة حقيقية أو مفبركة، إيه علاقة العيش بثورة فرنسا؟ وليه بعض السياسيين استخدموه هو بالتحديد لتشويه سمعة الأسرة الحاكمة؟ على مدار قرون كتب ومجلدات قد كده اتكلمت عن أحداث الثورة الفرنسية اللي غيرت مش بس شكل فرنسا، لا، غيرت شكل وأسلوب وطريقة الاحتجاجات في العالم كله. ولكن يبقى الخبز هو المحرك الأول للثورة الفرنسية، وده اللي قاله كريستوفر هيبرت في كتابه أيام في الثورة الفرنسية. وعشان نفهم ده حصل إزاي هنرجع ورا شوية قبل الثورة ب15 سنة، لما تولى لويس السادس عشر حكم فرنسا سنة 1774. ومن أول يوم ليه على العرش حصلت موجات غضب احتجاجاً على ارتفاع أسعار القمح. قامت أكتر من 300 مظاهرة في أماكن كتير في أنحاء فرنسا، ومعظمها كان مستهدف المخابز بالتحديد. هجموا عليها وسرقوها، لكن الملك وجنوده قدروا يسيطروا على غضب الشعب وانتهت الأزمة. لويس يسكت ويحمد ربنا بقى أنها اتلمت على قد كده؟ لا، راح البيه بضغط من النبلاء وأصحاب الأراضي أصدر قانون بيحرر سعر القمح، عوم القمح يعني، والقصر ما بقاش بيتدخل في سعره. مع موسم حصاد سيء وزيادة الطلب وقلة العرض، ولعت أسعار القمح وبقى سلعة للأغنياء فقط. ونتيجة لده بقى عند الفرنسويين 3 أنواع عيش. النوع الأول هو العيش الأبيض، وده مصنوع من دقيق فاخر نقي وبتاكله الملكة والملك وحشيتهم من الأرستقراطيين. النوع الثاني هو العيش الرملي أو البيج، وده كان بيتخبز من دقيق متوسط الجودة وبياكلوه الطبقة البرجوازية، أطباء، محامين، تجار ومدرسين، وكان ماشي حاله يعني. أما النوع الثالث فهو أرضى أنواع الخبز اللي ممكن تسمع عنه، لأنك أكيد مش هتشوفه في حياتك، وهو العيش الرمادي. أيوة، عيش لونه رمادي. كان الفرنسيين مسمينه عيش الفئران لأن لونه شبه الفئران، وبتصنع بمكونات هي أشبه بطعام للفئران مش للبني آدمين. العيش ده ما كانش بيتخبز من الدقيق، كان بيتخبز من نخالة الدقيق اللي هي شوائب الغلة، قشرة القمح على سوس على حصى، كل ده بيقع على الأرض والدقيق بيتنخل وبيختلط بالطين والتراب والزبالة، والفرانين بيلموه بس مش بيرموه، بيخبزوا بيه عيش الفقراء اللي هم السواد الأعظم من الشعب الفرنسي، وكان اسمه عيش الماسلين. في حكاية ظريفة بتقول إن لما غضب الناس زاد وطلبوا بتحسين رغيف العيش، طلع وزير فرنسي اسمه جاك نيكر وقال إن الملك نفسه بياكل من عيش الماسلين. مش بس كده، ده بيخبزوا بايده كمان. طبعا الحكايه دي قوبلت بكميه قلش وتريقه من الفرنساويين، وبدل ما وزير الملك يمتص غضب الناس نرفزهم اكتر.
لحد ما وصلوا للحظة الانفجار ليلة 14 يوليو 1789. أحداث كتير حصلت في الثورة الفرنسية، لكن المؤرخين بيشيروا لليوم ده بالتحديد بنقطة اللا عودة، اللحظة اللي فيها هنكمل. وفي اليوم ده اقتحمت سجن الباستيل الجموع الغاضبة بس لا، والجائعة كمان. فاكرين تريجو قال ايه للملك؟ واللي قاله اتحقق. الجماهير ما كانتش داخله تهتف مبادئ العقد الاجتماعي لجان جاك روسو فيلسوف الثوره، ولا كانت بتطالب بتحييد الكنيسه ولا فصل السياسه عن الدين ولا علمنه الدوله. الجماهير كانت داخله تقول اين القمح؟ فين العيش؟ ايوه، حصن الباستيل ما كانش فيه مساجين كتير ولا حاجه، وتحريرهم ما كانتش هي قضيه الشعب وقتها، لكن حصن الباستيل كان فيه حاجتين: صوامع القمح ومخازن البارود تحت حراسة مشددة لتأمين القمح والدقيق للملك وحشيته. الناس هجمت واستولت على الاثنين، القمح والسلاح. يقال إن الثوار حملوا أشولة القمح وهي مخضبة وملونة بدماء ضحايا معركة الباستيل، سواء من الحراس أو من الثوار. يومها الجماهير دخلت ساحة الباستيل وقالت الخبز اليوم للجميع. وبعد نجاح الثورة الفرنسية وإسقاط الملكية، كان في مرسوم إعلان الجمهورية الفرنسية فقرة كاملة بتتكلم عن العيش. محرك الثورة الأول، الفقرة دي كانت بتقول: يجب أن تختفي الفوارق بين الغني والفقير في حكومة المساواة. من اليوم لن يأكل الأغنياء خبز القمح والفقراء خبز النخالة، ولكن سيصنع الخبازون خبز واحد لكل الفرنسيين، خبز المساواة.